لو رحت الهولولولو هتلاقي مشجعين الأهلي، تعبير عظيم يستخدم في الأوقات الصعبة. ماتش الوداد، ماتش العودة هيكون ماتش صعب رغم ان الأهلي متفوق. الأهلي، الوداد، صن داونز، الترجي، الأربع فرق دول هم اللي كسبوا أفريقيا خلال ال7 سنين اللي فاتوا، ولكن اللي بيميز الأهلي عنهم الجمهور. والوداد كمان جمهوره قوي لكن أقل، الترجي أقل، صن داونز أقل خالص. ما تيجي أقول لك إزاي الأهلي يتخطى الوداد؟ يلا بينا يلا بينا. واحد، الأهلي كبير أفريقيا، سيد القارة، ولكن وماله لو لعب ماتش تكتيكي واستنى في مكانه، لعب عن مرتدى زي ما عمل مع الرجاء في البطولة دي من نفس الموسم. اتنين، وده لأن الوداد هو اللي محتاج الماتش، هو اللي محتاج يفتح هجومه ويهاجم بكل خطوطه عشان يعوض فرق الجون. تلاتة، وعلشان كده ضغط الجمهور هيكون كبير، الأهلي قادر يمتص حماسهم لكن الحكم. أربعة، انتوا شفتوا الحكم كان عامل ازاي في ماتش الذهاب، قليل الخبرة، وكان ممكن يتسبب الأهلي يخسر الماتش مش بس يكسب فرق جون. شفت يحيى عطية الله اللي من أحسن باكات شمال أفريقيا، رابع العالم، وهو بيلعب الكرة بإيده زي الفولي بالظبط. ولكن علي معلول يمكن أفضل منه كمان، أفضل باك شمال في أفريقيا أسس الأهلي ومنتخب تونس. ومع حسين الشحات وبرستاو وكهربا الثلاثي رعب، كانوا متميزين جدا في مباراة، وواحد منهم هيوصل لسامبو بتاع السنغال. ستة، سامبو كان متميز، خد كل الكرات من ياسر وعبد المنعم، عبد المنعم اللي فاكر انه ميسي وانه المفروض يهاجم مع ان ميسي يا ابني ما بيرجعش. سبعة، لكن شوبير كان في الميعاد، ولو ما كان المدرب هلعبه اساسي، بغض النظر عن ان الشناوي احسن جون في افريقيا ونجوم مصر الاساسي. العاطفة ملهاش مكان عندي، الراجل شايل 3 كور جوان منهم ارتو هايلة. اخيرا، الاهلي والوداد فريقين كبيرين، فريقين عظام، اللي هيكسب منهم نقول له مبروك، واللي خسر نقول له هارد لك. الاتنين شقيقين، شقيق اكبر وشقيق اصغر، ومركب محمد الخامس مكان تاريخي. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.